سعادة وروقان وتفاؤل وكل حاجة جميلة. حلقة النهاردة كنز. حلقة النهاردة لو أنا ظهرت لك كده أعرف إن هي رزق ليك ومن نصيبك، لأن الكلام اللي أنت هتسمعه النهاردة أنت مش سمعتوش في مكان تاني. الكلام اللي أنا هقوله لك النهاردة عايز أقولك إن أنت مش هتلاقيه في الكتب. الناس اللي بتحب القراءة في السيكولوجي أو في علم النفس أو في التنمية البشرية أو في الطاقة أو الحاجات دي كلها. كمان أقول لك النهاردة أنت مش هتلاقيه عند، بفضل الله مش عند أي مدربين تانيين. مش بقولك بقى إن أنا أحلى مدرب ولا الحاجات دي ولا أفضل مدرب، أنا ما عنديش الإيجو. أنا متحرر من الإيجو، متحرر من أنا بكلمك من حيث القيمة. فبجد لو أنت شفت الحلقة دي ما تضيعهاش وشوفها للآخر، وشوف سلسلة الحلقات اللي أنا هعملها زي ما قلت اللي أنا هعمل إن شاء الله بإذن الله مدرسة للسعادة، وهقول فيها شوية قوانين كده أنا اكتشفتها. ربنا خلاني بإذن الله إن أنا أكتشفها وإن أنا أعيش بيها وإن أنا أعيش دايما مستمتع وسعيد ورايق ومشاعري جميلة. فهبتدي بقى أتكلم عن القوانين بتاعت السعادة، إزاي أنت تكون سعيد ورايق. هتكلم عن أول حاجة، وممكن دي ما أعتقدش إن هي تاخد حلقة واحدة بس، هي تاخد شوية حلقات يعني. تمام. عن حاجة مهمة جدا، بس قبل ما أتكلم متنساش تعمل لايك سبسكرايب والشير، وإلا سيفوتك الكثير من البهجة والسعادة يا صديقي. تمام. هتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، انت اول ما تسمعها تستغربها بس هي دي الحقيقة. الماء هي سر السعادة بإذن الله. ايه؟ ماء ايه وسر سعادة ايه يا عم؟ الكلام اللي انت بتقوله ده انت بتقول ايه؟ مش فاهم، فهمني اكتر. هقولك يا سيدي، اصبر عليا. عمرك سألت نفسك ربنا سبحانه وتعالى قال لي في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ انا عايزك تشغل دماغك معايا. عمرك سألت نفسك في الجنة ربنا سبحانه وتعالى وصفها إن فيها أنهار، إن الجنات تجري فيها الأنهار؟ بلاش دي. عمرك سألت نفسك ربنا سبحانه وتعالى ليه الأرض اللي احنا عايشين فيها دي حوالي 70% أو أكتر من 70% منها مية؟ بلاش دي. عمرك سألت نفسك انت ليه اكتر من 3/4 جسمك مية؟ بلاش دي. عمرك سألت نفسك هو ليه دايما المية مهمة جدا في كل الطقوس والأديان؟ يعني في الإسلام الوضوء، وفي الأديان التانية بيستخدموا المية. مم. أنا عايزك تسأل كده وتمخمخ معايا وتستمتع بالحلقة دي. بص يا صديقي، المية لما انا كنت دايما بحب ان انا اتعلم من الطبيعة السعادة. ما كانتش حياتي ان انا عايز اقرا كتب وخلاص وابقى ماشي كأن انا انسان عبارة عن كتاب بقول معلومات وخلاص. لا، انا عايز اتعلم، لان في كتاب الحياة اللي ربنا خلقه ده، ما هو ده كتاب مهم جدا خلقهولك عشان انت تفكر وتتعلم. فانا لما انت تيجي تلمس المية كده مثلا، او تروح البحر او تبقى مية نهر النيل تحط ايدك كده، المية بتتخلل اصابعك، بتتخلل ايدك. الله. المية لما هي بتمشي بتقابل صخرة، تمام، ما بتقفش، بتتخلل الصخرة وتدخل جواها وتمشي من الجهة التانية وبتحاول وبتمشي. المية لما بتكون قوية، الصخور اللي بتبقى في البحار الصخرية بتتفتت مع الوقت وبتقع. الله. ده معناه ايه؟ معناه ان المية فيها قوة رهيبة وسعادة كمان. ليه بقى؟ المية تتكيف ازاي؟ حطيت المية في كوباية هتبقى زي الكوباية،
حطيت الميه، وانا هقول لك، انت هتقول لي يا عم انت بتكلمني كلام فيزيائي، ايه علاقته بحياتنا؟ انا جاي لك في الكلام، واستنى بس عليا. تحط مثلا الميه في كوب تلاقيه زي الكوب، تحطه مثلا في جردل زي تلاقيه زي الجردل، تحطه في اي حاجه بيبقى نفس الحاجه دي. اذا الماء هنا بتتكيف مع كل شيء. طب ما ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. اذا انا كمان عشان اكون انسان عندي حياه، او بالمعنى البسيط ان انا اكون سعيد، لازم اتكيف على اي وضع انا فيه. انا اتعلمت ده من الميه، ان انا اي حاجه ابقى فيها ابقى متكيف. اتعلمت من الميه كمان السرعه. انت الميه لما انت تيجي تمسك ميه كده وترميها مثلا على الارض او ترميها في اي مكان، بتلاقيها تمشي بسرعه كده. الميه لو انت بصيت لنهر النيل هتلاقيها بتمشي بسرعه. الميه في البحر بتلاقيها الامواج، شوف، بتبقى ايه، قويه وتمشي بسرعه. اتعلمت من البحر، انا اتعلمت من البحر ان مفيش حاجه ايه، ان لو حاجه مثلا خلصت في حاجه تانية بتيجي، لو موجه خلصت في موجه تانية بتيجي. اللي هي الحياه كده. اتعلمت من النهر النيل، او اتعلمت من الانهار، وان انا اتامل فيه كده، ان السريان، ان انا ابقى حياتي تبقى ماشيه، ما اقفش قصاد حاجه، ما اقفش قصاد حاجه. اتعلمت ان انا اكون ميه. ايه؟ اكون ميه؟ ايه يا عم الكلام ده بتقوله ده؟ انت هتبرجلنا ليه بقى؟ اقول لك بس تعالى بس، روق انت بس واسمعني للاخر. هقول لكم طريقتي في ان انا اتخطى اي حاجه، اي مشكله بقى انتوا بتسموها مشكله، انا بسميها مثلا ايه، تحدي مثلا او حاجه او اي حاجه اتخطاها. لما اي حاجه بتحصل مثلا ببقى انا عايز اتخطاها، انا بتخيل التحدي ده او الحاجة دي كأن هي قصادي كده، وبتخيل ان انا مش عبد العزيز، كأن انا مية، وان انا تخشيت في التحدي ده او في الحاجة دي، وايه، ومشيت منه تخللته، وبعد كده رحت جاي مشيت منه وتخطيته. لا تتخيلوا كمية الراحة النفسية لو انت عملت التمرين ده. انت يلي قاعد بقالك 20 سنة عمال تقول انا مريض بترومات، انا عندي صدمات، انا حزين، اللي عمال تجري على الدكاترة هنا وهنا وهنا، يلي انت عندك مشاكل نفسية، يلي انت قلقان، يلي انت مكتئب، يلي انت حياتك واقفة. اتخيل ان انت المشكلة اللي انت عندك دي اللي انت تحولت فيها المية، تمام، وان المية دي ان انت عديت من خلال المشكلة دي زي الصخرة، زي الصخرة اللي بتبقى واقفة والمية بتبقى ماشية فيها كده، بتتخللها وبتمشي، تتخللها وبتمشي. كذلك حياتك هتمشي، كذلك المشكلة اللي انت بتسميها مشكلة انت هتمشي وتتخطاها. اتعلم ده من المية. ربنا قال لك افلا يعقلون، انت تفكر وتدبر كده في خلق ربنا. اتعلم ده من الميه. انا اتعلمت من الميه ان انا ما اكونش واقف. ليه؟ لان الميه الراكده بيحصل لها ايه، بتبقى بتتعفن او بتبقى مش جيده. لكن الميه المتحركه، انا اتعلمت من الميه الحركه، اتعلمت من الميه ان مفيش حاجه في حياتي توقفني، اتعلمت من الميه ان انا اي مكان اتحط فيه اتاقلم. انا كنت عايش مثلا او رحت مثلا عشت مثلا في احلى مكان في الدنيا، انا متأقلم وسعيد زي المية. انا المية لو حطيتها في كوباية مش حلوة قوي هتتأقلم برضو. انا اتعلمت التأقلم في حياتي من المية. المية دي يا جماعة فيها سر. المية دي لو انت بقيت انت مرن زي المية، حياتك هتبقى جميلة. انا عايز اقولك على حاجة، ده دلوقتي في السيكولوجي بيقولك ايه، في حاجة اسمها المرونة العصبية. يعني في اشخاص بيمروا بحاجات معينة
في حد منهم بيجي له صدمة وتروما، وفي حد بيقعد يضحك ولا يهزر ولا في دماغه حاجة. ده اللي بيقول لك أصل ده عنده عنده مرونة عصبية. يعني شاف فسر الموضوع بشكل إيه؟ بشكل إيجابي أو بطريقة إيجابية. المرونة دي جاية منين؟ ما هي من المية. المية مرنة. جرب كده إن أنت تحط إيدك كده وتمسك المية. المية مش هتقولك لا ما تمسكنيش. المية هتحس إن هي بتهاودك كده، تمام، وانت ماسكها كده، واول ما تطلع كده وهي بتهاودك هتتخلل جلدك كده وتتخلل المسام بتاعتك وهتروح جاية واقعة. هي دي المية. انا عايز اقول لكم ان انا اي حد، اي شخصيات صعبة، اي تعليقات بتجيلي صعبة، اي حاجة، انا بتخيل ان انا مية. وبتخلل التعليقات وبتخلل الشخصيات الصعبة وبتخلل. عشان كده بحس ان انا حتى، يعني انا مثلا حتى في شغلي او كده، لما بقابل شخصيات بتبقى صعبة قوي، انا بعاملهم كأن انا مية. المية دايما بتهودك على فكرة. حط ايدك في المية كده، اعمل كده، هتلاقي المية مش هتقولك لا، مش هتمنعك، هتمشي معاك كده. حط ايدك في المية وتعالى كده، هتلاقي المية بتمشي معاك كده. حط ايدك تحت في المية وشيلها، هتلاقيها تطلع معاك. بس في النهاية المية بترجع لمكانها. المكان ده هو السعادة. المية حاجة مهمة جدا، وإلا ربنا ما كانش ذكر إن هي تبقى موجودة في الجنة. نسيت أقولك، هو بئر زمزم ده مش مية؟ ركز كده وفكر. أنا عايزك بجد النهاردة تعيد تفكيرك، وعايز كل اللي يشوفني بجد يفكر إن هو ده النهاردة، إن هو يتعلم من الطبيعة اللي ربنا خلقها. أنا مدرستي للسعادة هي مدرسة البساطة. انا قريت كتب كتير على فكرة، وكل حاجة انت ممكن تتخيلها قريتها وكده، بس انا مش مدرستي ان انا ابقى كتاب. لا، مدرستي ان انا العلم، ان انا مش ان انا ابقى حافظ، لا، ان انا اجيب لك الخلاصة من العلم، من الكتب، واجيب لك الخلاصة من الطبيعة واقدمه لك ببساطة. فانت بجد اتعلم السعادة من المية، وخليك انت عبارة عن مية. المية محدش يقدر يغلبها. المية كل الكائنات متقدرش تستغنى عنها. انت متقدرش تعيش من غير مية. انت كمان خلي كل الناس متقدرش تستغنى عنك. ازاي؟ بان انت تبقى زي المية. المية مش ممكن تتحول لأي حاجة، يعني ممكن تتجمد، ما بتقولش لا انا مش هتجمد. ممكن تبقى تتبخر، ما بتقولش لا انا مش هتبخر. المية ممكن تتحول لسحاب والمطر عشان تنزل للزرع اللي محدش بيوصله عشان ترويه. يا ترى انت في حياتك عامل زي المطر اللي بينزل للناس اللي محدش يعرفها التعيسة، ولا انت كل حياتك على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب والناس اللي مش بتعرف مثلا في السوشيال ميديا واليوتيوب دي التعيسة، انت ليه مش بتحاول تروح تساعدهم او تساعدهم؟ المية دايما عندها قناعة. حطها في اي مكان هتبقى زيه. هي عندها قناعة. انا مستغرب اصلا، يعني انا اتعلمت القناعة من المية، اتعلمت الرضا من المية، اتعلمت ان انا اتخطى اي حاجة من المية، اتعلمت المرونة من المية. حتى انت، يعني انت تفسيرك للاشياء زي ما قلت لك في السيكولوجي، يقولك ده عنده مرونة عصبية. يعني بيفسر الاشياء بشكل ايجابي. المرونة دي جاية من مرونة ايه اكتر حاجة في الحياة مرنة؟ المية. اقول لك على حاجة، انت حتى لما تيجي بس تقرب من المية، لو انت عندك نهر او لو انت عندك بحر، يا ربي على السعادة اللي بتحسها.
انت بس تيجي تنزل بحر، انا بعشق البحر جدا، يا لهوي على الجمال. انزل كده واقعد اعوم كده واحس واستمتع بالميه وهي بتلمس جلدي كده، وبالموج الجميل. انا بحس فعلا كأن انا في عالم تاني خالص، وعمري ما بزهق. يعني انا قرايبي كلهم يقولوا انت ما زهقتش، اقول لهم لا، ده انا تسيبوني هنا، انا عايز اجيب ابني بيت هنا وافضل قاعد قدام الميه. فبجد رسالتي: اتعلم السعادة من الطبيعة، وأهمها السعادة أنا بالنسبة لي المية. اتعلم المرونة والتفكير المرن من المية. اتعلم ان انت متقفش وتفضل ماشي في حياتك كده زي المية. اتعلم ان انت ما تعترضش زي المية. الناس كانت في التعليقات اللي كانت كاتبالي، على فكرة كان في ناس كانت بتبقى داخلة بتقول تعليقات سلبية قوي، في ناس كانت بتتنمر وي 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 وي، وانا كنت برد عليهم كويس جدا. وفي تعليقات تقول لي هو انت ازاي بترد كويس كده؟ لان انا مية. انا عبارة عن مية. انت ما تقدرش. ما انا مش هنا عشان اعارضك. هتلاقيني دايما معاك، وهتلاقيني دايما بشدك، وهتلاقيك دايما هتبقى عايز تشرب من المية. تمام. اللي هي السعادة، لان المية دي اصلا قبل ما انت تعرف خواصها وقبل ما تشوفها، هي جواك انت عبارة عن تلات ارباع جسمك مية. يا جماعة الحلقة دي بجد كنز، 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 كنز للي يفهموا. أرجوكوا 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 اسمعوا الحلقة دي كذا مرة. أرجوكوا طبقوا اللي فيها. نفسي بجد إحساسي نفسي إن اللي أنا اتعلمته ده، اللي هو بالأحرى ربنا سبحانه وتعالى علمهولي من الطبيعة ومن المية، ده يوصل لأي حد فيكم. لأن أنت هتحس إن أنت حياتك متدفقة. هتحس إن أنت حياتك فيها كده إيه، سريان. هتحس إن أنت مفيش حاجة بتقف قصادك، لأن أنت ما أنتش ضد ولا مع. أنت عبارة عن مية. أنت أنت متصل بالشيء اللي ربنا قال عليه من كل شيء حي. اتعلم المرونة، اتعلم السعادة من المية، اتعلم ان انت تبقى متقبل متكيف، اتعلم ان انت تمشي، اتعلم في حياتك ان انت مش حاجة تقف قصادك. اتعلم القناعة والجمال من المية، واتعلم العطاء من المية، لأن المية دايما بتحب إن كل الكائنات تشربها عشان تحس بالحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحلقة دي كنز، كنز، كنز. أرجوك شوفها كتير. أرجوك طبق اللي فيها. مش عايزك تعتبرها إن هي مجرد حلقة وبتخلص وبس. لأ، مش صدفة إن أنت تيجي هنا، مش صدفة إن أنت توصل لآخر الفيديو. دي إشارة قوية ليك. ما تضيعش الرزق ده منك، وما تدورش ورا كلامي ده، لان انت لا هتلاقي بقى، لا هتلاقي الكلام ده لا في كتب علمية ولا في حاجات كده ايه بتيجي كده الهامات من عند ربنا. تمام. بشكرك قوي، بحبك جدا جدا جدا، واتمنى لك من قلبي من قلبي من قلبي ان انت تكون في كل لحظة وفي كل ثانية في سعادة. اشوفك ان شاء الله باذن الله في حلقات قويه جدا جدا جدا، ونشوف بقى قوانين تانية في مدرسه السعاده. اشوفك على خير.